أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الإنفاق في سبيله، أوجب علينا أن نصرف الأموال التي أنعم بها علينا في طاعاته، أوجب علينا أن نستعين بنعمه على عبادته سبحانه وتعالى التي خلقنا من أجلها. الله سبحانه وتعالى خلقنا وأخرجنا إلى هذا الوجود لمهمة واحدة، هي عبادته ومعرفته وتقواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تعالى خلقنا لمعرفته وعبادته، ثم أنعم علينا بالنعم التي تعيننا على هذه المهمة، فسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله تعالى سخر الشمس والقمر، وسخر السماوات والأرض، وسخر الملائكة، وسخر الدواب، وسخر الأموال للإنسان لأجل أن يقوم بالمهمة التي جاء إلى هذه الدنيا من أجلها. فمن جملة ما سخره الله لنا هذه الأموال. المال جعله الله تعالى محبوبا للإنسان، فإذا صرفه فيما يحب الله سبحانه وتعالى دل على أنه يقدم ما يحب الله على ما يحبه هو. أنت تحب المال، ما من إنسان إلا وغرس فيه حب المال بطبعه، لكن هناك ما هو أفضل من المال. ما هو الذي هو أفضل من المال؟ عبادة الله، حب الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله. فإذا صرفت هذا المال الذي تحبه بطبعك فيما تحبه بعقلك وروحك فأنت المؤمن التقي. وأما إذا توقفت عند حب المال وصرفته في شهواتك ولذاتك ونزواتك، وأعرضت عما يحبه الله سبحانه وتعالى، وأعرضت عما أمرك الله تعالى به، فأنت عبد السوء، عبد السوء، تستعين بنعم الله على معصيته، والله تعالى أمرك بشكره. فسئل الإمام الجنيدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الجنيد سئل عن الشكر قال: هو أن لا يعصى الله بنعمه. شكر الله سبحانه وتعالى أن لا تعصيه بنعمه. فالإنسان الذي يسخر المال لمعصية الله هذا كافر بأنعم الله، كفر بنعمة الله، وجحد حق الله سبحانه وتعالى. المال يجب عليك أن تسخره لطاعة الله، تؤدي الزكاة التي أوجبها الله عليك،
تحج به بيت الله الحرام، تستعين به على الإنفاق على نفسك وأولادك وعلى والديك وعلى من تجب عليك نفقته، تنفق منه على أرحامك، تسعف به المرضى، تعين به على مشاريع الخير. وأما أن تسخر هذا المال للذتك وشهواتك أو تدخر المال لأجل أن تنظر إليه فقط، تتمتع بالنظر إليه، تتمتع بقول الناس فلان غني، فلان له الملايير، فلان معدود من أفراد الناس الذين يملكون كذا وكذا، تتمتع بهذا. والمال مدخر، هذا سيعود عليك وبال في الدنيا والآخرة، سيعود عليك وبال في الدنيا والآخرة. روي أن بعض الأغنياء الذين هم من هذا النوع من الناس كانت له صناديق الذهب والفضة، صناديق ممتلئة ذهب وفضة. ذات يوم جمع أقاربه وعشيرته ليريهم الأموال التي جمعها، فأطعمهم وسقاهم، ثم جاء أو أمر بأن تؤتى الصناديق المملوءة بالذهب والفضة، فصار يقلبها أمام هؤلاء الحضور ويقول لنفسه تمتعي فقد جمعت لك ما تريدين، تمتعي فقد جمعت لك ما تريدين. يتمتع بالنظر إلى الأموال، صناديق الذهب والفضة ثم لا شيء بعد ذلك. يتمتع بالنظر إليها، يتمتع بادخارها، يتمتع بقول الناس أن فلان يملك كذا وكذا. وإذا هو في هذه الحالة إذا برجل يدق الباب في حالة رثة، فقام إليه بعض الخدم فقال من تريد؟ قال أريد سيدكم. قالوا له سيدنا يخرج لمثلك، فرد الباب في وجهه. ثم مكث ذلك الرجل وقتا ثم دق الباب دقا أعنف من الدق الأول، فخرجوا له ماذا تريد؟ قال أريد سيدكم، فأغلقوا الباب في وجهه. ثم أعاد المرة الثالثة ودق الباب دقا عنيفا، فخرج الخادم وأراد أن يضربه. قال امسك يدك، قل لسيدك أنا ملك الموت جئت لقبض روحه. ملك الموت جاء في صورة إنسان رث الهيئة. قال أخبر سيدك بأني ملك الموت جئت لقبض روحه. فدخل ذلك الرجل ذلك الخادم وأخبر رب البيت بأن ملك الموت على الباب جاء لقبض روحك. فحينئذ تلجلج لسانه وتغير الموقف وبدأ الاضطراب، ثم تكلم ذلك الرجل يخاطب ذلك المال: أنت الذي فعلت بي كذا وكذا، أنت الذي أبعدتني عن الله سبحانه وتعالى. ندم على ما كان يفعل، فأنطق الله ذلك المال. الله تعالى أنطق المال، تكلم الذهب والفضة، فقال له يا فلان أنت أولى باللوم مني، أنا جماد جعلني الله في يدك، فصرفتني في معصية الله فلم أمتنع، ولو صرفتني في طاعة الله لا أمتنع. أنا جماد لا أذم ولا أمدح، إنما تذم أنت أو تمدح. تذم إن صرفتني في معصية الله، وتمدح إن صرفتني في طاعة الله. ومع ذلك كنت تدخل بي على الملوك ويحرم الصالحون. تأتي إلى باب الولاية، فبمجرد أن يسمع الوالي بأن فلان على بابه يخرج الوالي لاستقبالك، ويأتي الصالحون من عباد الله في مصالح للأمة الإسلامية فلا يستقبلون. كنت تدخل بي على الملوك ويمنع الصالحون. فدخل ملك الموت وقبض روحه وتركه جثة بين أصحابه. خاب وخسر. فإياك أن يكون مصيرك كمصير هذا الرجل، تجمع الأموال وتمنع، تجمع وتمنع،
تجمع المال وتمنع الحقوق.